السلام عليكم، انا محمد ودي قناه تلخيص على السريع. يلا بينا في تلخيص جديد، بس في البدايه نصلي على النبي ويلا بينا. هنرجع 3 شهور قبل اللحظة دي، وأول واحد هعرفك عليه بطل فيلمنا دكتور وفيق. دكتور جامعي وبيدرس الطلاب مادة علم نفس، بس مشكلته الوحيدة إنه ساذج وغلبان وطيب زيادة عن اللزوم، وبسبب شخصيته الضعيفة الطلبة مستهيفينه ومش بيهتموا بالمحاضرة بتاعته. والدليل على كده إن أثناء ما هو كان بيشرح ولد من اللي قاعدين كان معاه بطة وزمر بيها في المحاضرة. فالراجل بعد ما حس إن العيال مقلقين منه قال لهم أنا أخدتكم كلكم حضور، واللي عايز يمشي يتفضل، الباب مفتوح. طبعا مش محتاج أقول لك إنهم ما صدقوا سمعوا الكلمتين دول، وهوب كلهم خرجوا من المحاضرة. لكن خلينا اقول لك ان كل ده ما كانش غريب بالنسبه لوفيق قد ما كان بالنسبه له البطه الصفراء اللي لقاها في المدرج. ومش كده وبس، لا دي كمان مقطوعه في ظهرها. وكل دي تفاصيل دكتور وفيق اخد باله منها، بس يعني ما اهتمش انه يفهم حاجه عنها وطنشها. لكن واحده واحده وصاحبنا هيفهم كل حاجه، وبناء عليه فخليك فاكر كل ده علشان هنرجع له تاني. تاني شخصيه معانا هو دكتور بهجت عميد الكليه. صاحبنا ده وفيق راح له علشان يعرف منه اخر الاخبار بخصوص رساله الدكتوراه بتاعته اللي اتاخر عن تقديمها. وبسبب التاخير بتاعه دكتور بهجت قال له ان قوانين ولوائح الجامعه بتقول ان اللي يتاخر عن تقديم ورقه وابحاثه هيتحول لكادر اداري. وبناء على الكلام ده بهجت قال لوفيق انه قدامه 3 شهور علشان يخلص البحث. لا وايه ده كمان هيخلصه ميداني. وفي اخر قعدتهم اداله كارت لظابط اسمه رشاد، وقال له ان هو ده الشخص اللي هيقدر يساعده في البحث لانه مهتم جدا بالمواضيع اللي تخص البحث، وهيقدر يعرفه على شخصيات اجراميه ومسجلين خطر كتير جدا. تمام لحد كده؟ تمام. السؤال هنا، البحث بتاع دكتور وفيق بيتكلم عن ايه بالظبط علشان يحتاج الليله دي كلها؟ قال لك يا سيدي ان صاحبنا عايز يحضر الدكتوراه بتاعته بعنوان الشخصيه والنفسيه الاجراميه، اللي هم الناس الخارجين عن القانون بشكل عام، وراح حظهم وقعوا مع 3 سوابق ومسجلين خطر في تجاره المخدرات. فخليني اعرفك عليهم واحد واحد. رشا صيدليه، وده تخصصها المعروفه بيه. يعني ايه؟ هفهمك. صاحبتنا دي يا معلم بتروح الصيدليه وتلاقي الدكتور اللي قاعد هناك وشويه هاء على شويه ماء تكون جابت رجله لحته متداريه في الصيدليه علشان يديها حقنه. في نفس اللحظه خالة كوني واللي يبقى ابن خالتها بيدخل الصيدليه ويقلب الكاشير، وساعتها تكون هي ثبتت الصيدلي بنطوه، يعني علشان ما يعملش حركه كده ولا كده. وبعد ما ياخدوا اللي في النصيب يخلعوا من المكان. وبكده يبقى عرفتك على 2 منهم. التالت بقى حماده دائري، تخصص سرقه، ينتش الموبايلات ويفلق بالمكنه. ومش محتاج اقول لك ان شخصيات زي دي كانت مريبه بالنسبه لوفيق، كمنه يعني طول عمره ما اتعاملش مع ناس شبههم، وعلشان كده فض قعدتهم بشياكه وقال لهم انا معايا الارقام بتاعتكم وهتواصل معاكم علشان نرتب لقعده تانيه. من الاخر يعني عارف يخلع منهم. بس هل وفيق هيقدر يتعامل معاهم ويضغط على نفسه علشان البحث بتاعه، ولا هيستسلم ومش هيكمل؟ بص، هو اللي اقدر اقوله لك ان صاحبنا ما قداموش حل تاني غير انه يكمل في الموضوع ده، لانه مجبر مش مخير، وكمان علشان يخلص رساله الدكتوراه اللي شاغله دماغه. وبالتالي فهو مضطر يستحمل اي حاجه هتحصل معاه من اللحظه اللي اتعرف فيها على ال3 دول لحد ما يخلص ابحاثه. ودلوقتي هعرفك على باقي الشخصيات اللي معانا. باسم، عيل بايظ وحياته عباره عن حفلات وشرب، ويبقى واحد من جيران دكتور وفيق، لكن الدكتور ما يعرفش اي حاجه عن بلاويه، وفي نظره واد بلسم. وبناء على النظره دي هيحتاجوا في مصلحه مهمه كمان شويه. اما دي فتبقى دكتوره رانيا خطيبه وفيق، وما تعرفش الاثنين دول ازاي جمعتهم علاقه واحده. يعني دكتور وفيق راجل محترم وغلبان وبيمشي جنب الحيط ومالوش في شغل السهوكه ولا الدلع، انما رانيا بنت سرسجيه واكتر حاجه بتخنقها هو اسلوب وفيق وطريقه كلامه. وان جيت للحق فهي معاها حق. يعني كمان صاحبنا من كتر ما تقمص شخصيه الدكتور الجامعي نسي ان في حياه بره الجامعه تختلف نهائي عن الحياه جواها. فالاتنين بالنسبه له بقوا زي بعض. على زاويه تانية بنشوف واحد اسمه فياض راح لرشا ومعاه بطه وسالها لو كانت البطه دي بتاعتها او لا. الغريب هو رد رشا لما قالت له ان البطه تخصها. ساعتها فياض حذرها هي وكوني انهم ياخدوا البطه بتاعتهم ويبيعوها في الحواري اللي هم جايين منها، وان رجليهم ما تعتبش منطقه الكومباوند مره تانية. المعلومه اللي عايزك تاخد بالك منها ان البطه دي تبقى نفس البطه اللي دكتور وفيق لقاها في المدرج. وعلشان كده هسالك سؤالين. اولا، ايه علاقه رشا وكوني بالبطه دي؟ ثانيا، ليه الراجل اللي اسمه فياض حذرهم بانهم ما يوقفوش في المنطقه دي بالذات؟ شويه وهنجاوب على كل الاسئله دي. ولو بصينا على رانيا فهنلاقي البنت جابت اخرها من وفيق وما بقتش مستحملاه ولا مستحمله اسلوبه وطريقته معاها، خصوصا ان الفتره اللي فاتت كلها قضوها خناقات ومشاكل. وعلشان كده صاحبتنا اقترحت عليه انهم يبعدوا عن بعض شويه ويعيدوا ترتيب افكارهم واولوياتهم من اول وجديد، وبعدين يقرروا اذا كانوا هيكملوا سوا ولا كفاياهم لحد كده. بس رانيا ما كانتش تعرف ان قرارهم ده هيغير حاجات كتيره جدا في شخصيه وفيق. في الوقت ده صاحبنا فضل مكمل في البحث بتاعه زي ما هو وما تاثرش باي حاجه من اللي بتحصل حواليه، وبدا يتعرف اكتر على رشا ويكتشف شخصيتها ويعرف اصلها وفصلها. واتضح ان صاحبتنا ليها في الشغل الشمال ابا عن جد، بمعنى ان ابوها وامها كانوا اجدع نشالين. لكن اللي عايز الفت انتباهك ليه ان رشا قالت لوفيق حاجات عكس الكلام ده خالص. يعني قالت له ان ابوها وامها كانوا بشوات عيال بشوات، وعلشان تزوق الصوره اكتر قالت له انها اتسجنت ظلم، اللي هو يعني ما ينفعش بشوات يخلفوا سوابق ورد سجون. ووفيق من سذاجته صدق كلامها، وبالتالي فهو لحد دلوقتي ما يعرفش ان شغلهم كله شمال في شمال. الانقح من كل ده انهم لسه مكملين في الشغل الشمال بتاعهم وما حرموش من رميتهم في السجن. بس تقول ايه، عاملين زي السمك لو طلع بره الميه يموت، وهم لو طلعوا بره السجن يعملوا
يعملوا اي حاجه علشان يرجعوا له، لكن المره دي شغالين على الهادي علشان ما يتفضحوش. ورشا شغلت دماغها وبقت شغاله قدام وفيق، وفي نفس الوقت مش مخليه يشك فيهم ولو 1%. ازاي؟ هقول لك. صاحبتنا استغلت شغل الاونلاين والاوردرات لحساب الشغل بتاعها، وبقت توزع المخدرات على الزباين على هيئه اوردرات، وواحده واحده وفيق بدا يقرب منهم ويتعامل معاهم اكتر، وفي نفس الوقت بدا يكتب في البحث بتاعه. وزي ما قلت لك كل ده وهو ما يعرفش حاجه عن الشغل اللي هم بيعملوه، وكان مفكر انها اوردرات عاديه. وعلشان كده بدا يعلم رشا ازاي تتعامل مع الزباين باسلوب كويس، يعني لان طريقتها العصبيه دي هتخليهم يطفشوا، ولو عملت كده فهتجيب زباين جديده وهتكبر شغلها. ومن اللحظه دي وفيق بدا حوارات جديده مع رشا وخالد. خليني افهمك اكتر. رشا قالت له انها عايزه تكبر شغلها وتتعامل مع زباين انضف واغنى من اللي هي بتبيع لهم حاليا. من الاخر يعني كان قصدها تبيع للناس اللي عايشه في اي كومباوند. فوفيق قال لها علشان تنفذي الفكره دي فانت لازم تعملي حاجه تعرفي تتواصلي بيها مع الناس دي، وبناء عليها يسمحوا لك تدخلي الكومباوند. وعلشان كده احنا هنعمل ابلكيشن على النت ومن خلاله هتقدري تبيعي لاي حد. مين بقى اللي هيساعدنا نعمل كده؟ الواد باسم، اشطر بروجرامر فيك يا منطقه. واتضح ان باسم طلع يعرف رشا، وطبعا مش محتاجه اقول لك منين واحد زي ده يعرف واحده زي دي، اصل هو شمام وهي دلر فمش محتاجه يعني. في الوقت ده باسم كان هيقع بلسانه ويفضح رشا قدام وفيق، يعني اللي هو ازاي دي تعرف واحد زي وفيق. لكن على اخر لحظه صاحبتنا عرفت تسكته قبل ما يفضح الدنيا، وما اكتفتش بكده، لا دي كمان قررت تفتح شركه توصيل وتشارك فيها دكتور وفيق. وبما انه كان محتاج الفلوس علشان يتجوز بيها، خصوصا بعد ما رانيا حبته اكتر لانه غير اسلوبه، فوافق على العرض بتاع رشا وبداوا شغل في شركتهم الجديده، والدنيا مشيت معاهم زي الفل. وعلشان كده عايزك تاخد بالك من حاجتين مهمين. اول حاجه وهي ان رشا سمت الشركه باسم البطه الصفراء. طيب واشمعنى الاسم ده بالذات؟ ما انا نسيت اقول لك ان رشا وخالد وحماده قبل ما يتسجنوا كانوا بيحطوا المخدرات في البطه وبيوزعوها على الناس. وبكده يبقى جاوبتك على سؤال البطه اللي كانت موجوده في المدرج. وعلشان ما تتوهش مني خليني افكرك اني كنت بستنتج معاك حاجتين مهمين بعد ما فتحوا الشركه. اول واحده كانت بخصوص اسم الشركه. طيب وتاني واحده؟ التانيه دي بقى تخص فياض اللي كان واقف يراقبهم في الرايحه والجايه، بالرغم ان بقى عادي جدا يدخلوا ويخرجوا من الكومباوند زي ما هم عايزين. طيب واحد هيسالني ويقول لي يا عم زيزو، هو فياض كان بيراقبهم ويحذرهم من البدايه لمجرد انه يمنعهم ما يدخلوش الكومباوند، ولا كان في هدف تاني من تهديداته ليهم؟ حالا هقول لك. اتضح يا معلم ان مراقبته ليهم دي كان وراها حوار كبير وهم ولا دريانين بحاجه. وقبل ما افهمك ايه اللي بيحصل بالظبط خليني اعرفك على مستر راتب، اكبر تاجر مخدرات في البلد. واتضح كمان ان فياض بيشتغل عند راتب، وهو اللي كلفه انه يراقب رشا وخالد وحماده. ده غير انه كان مديله اوامر بانه ما يشوفش البطه الصفراء ولا العيال بتوعها في السوق نهائيا. وختم كلامه وقال له ان قبل طلوع الشمس لازم يكون عنده قرار للعيال دي، وبالتحديد الواد الجديد اللي انضم معاهم، وطبعا قصده على دكتور وفيق. السؤال هنا، هل مستر راتب كان في شغل بينه وبين العيال بتوع البطه الصفراء، ولا هو بيعمل كده علشان ما يكونوش منافس في السوق؟ طيب هو لو كان في يوم من الايام في بينه وبينهم اي شغل، ليه بقى في بينهم عداوه للدرجه دي وما بقاش طايق اسمهم؟ المهم يعني ان فياض نفذ اوامر راتب وقتل رشا ووفيق وهم في طريقهم علشان يوصلوا طلبيه، لكن من حسن حظهم قدروا يفلتوا منه، علشان تاني يوم وفيق يتصادم بفياض وباقي الرجاله وهم موجودين في الشركه وقلبينها فوقاني تحتاني، وماسكين خالد وحماده ومكتفينهم. ساعتها وفيق اتاكد ان في حاجه مش مظبوطه ولازم يفهمها بنفسه، والوحيده اللي معاها سر اللي بيحصل هي رشا، فقرر انه يقابلها ويواجهها بكل حاجه بتحصل. في الوقت ده صاحبتنا ما قدرتش تخبي عليه الحقيقه اكتر من كده، وعرفته انهم شغالين في المخدرات، وكمان عرفته انهم عملوا الشركه دي علشان يقدروا يتواصلوا من خلالها بالزباين والعملاء اصحاب المزاج. وقالت لك ان الناس اللي بيطردوهم دول جماعه كارهين اننا نشتغل في السكه دي، اكمني يعني قدرت اسيطر على منطقتهم واخد منهم زباينهم. وبالرغم من كل ده الا انها حاولت بكل الطرق ان وفيق يطلع بره الليله دي كلها وما تلطوش معاها في حوار المخدرات، لكن غصب عنها وعنه دخلوه معاهم في الحوارات دي كلها. المعلومه هنا ان صاحبتنا كانت قاعده بترغي في كل ده، وهي اساسا ما تعرفش ان راتب ساوم وفيق عليها بانه لو ما سلمهاش ليه هيخلص عليهم كلهم، وراح مشغل دماغه وقرر انه يهرب من اي حاجه حواليه. حتى الجامعه بطل يروحها او يدي محاضرات بعد ما عرف حوار البطه، وبالرغم انه حاول يبعد عن المشاكل الا انها راحت لحد عنده وخبطت على بيته علشان يلاقي في وشه فياض والرجاله بياخدوه غصب عنه ومش برضاه وبيودوه عند مستر راتب. واتفاجئ اول ما لقاهم عاملين نفس الحركه دي مع رشا، وللمره المليون شغل دماغه وسحب المسدس على فياض والرجاله، وفي ثانيه الا ثانيه مستر راتب ظهر قدامه وخلى واحد من رجالته يضرب نار على مسدس وفيه وقعه له على الارض. وده يرجعنا لاول مشهد بدانا بيه، وبعد ضرب النار اللي حصل محدش اتاذى وكله طلع سليم، لكن مستر راتب كان جاي وناوي يخلص على رشا، اصل اتضح انها استندلت معاه بدل المره 3 وهو اداها بدل الفرصه 3، وعلشان كده في المره الرابعه قرر يقتلها. فوفيق عرف يثبته ويلعب بدماغه وقال له انت لو قتلتها هتخسر شبكه كبيره ليها اسمها ومخازنها وزباينها، انما لو سابها عايشه فهيبقى مفيش غيره اللي هيطلع كسبان ومن غير منافس كمان. فراتب وافق على كلامه بس بشرط انه يشتغل معاه. طبعا صاحبنا ما كانش قدامه اختيار تاني غير انه يوافق على شرطه علشان ما يقتلش رشا، وكان عارف ان راتب لو قتل رشا مش هيستنى كتير وهيخلص على حماده وخالد، وفي الاخر هيختم
يتحكم بيه هو. وصاحبنا بعد ما كان معزول عن الواقع نهائيا اتدبس في أسوأ واقع كان ممكن يتخيله، وبما انها كده كده خربانه فراح لرانيا وفشكل معاها خطوبته، وبكده بقى فاضل الشغل مع راتب. ومره في الثانيه في الثالثه صاحبنا كبر في الشغلانه وبقى رئيس اكبر شركه مخدرات في البلد، وفي ظل اللي هو كان فيه ما غفلش ثانيه عن البحث بتاعه لحد ما جه اليوم المنتظر، مناقشه رساله الدكتوراه للباحث احمد وفيق. وعلشان الفرحه تبقى فرحتين، في نفس اليوم وفي نفس القاعه اتقبض على راتب وفياض، او تقدر تقول كده ان وفيق سلمهم للحكومه تسليم اهالي. وعلشان كده خلينا افهمك خطه وفيق مشيت ازاي، وبالتحديد مع الضابط رشاد اللي قال اثناء التحقيق انه قدر يقبض عليهم بمساعده دكتور وفيق بالذات. ازاي؟ قال لك ان وفيق كان بيكتب ورقه كل اسبوع لدكتور بهجت عن المصيبه اللي هو فيها، وبالتبعيه دكتور بهجت كان بيوصل لنا الورقه دي، ومن خلالها كنا بنعرف ايه اللي بيحصل بالظبط مع وفيق. ودي كانت تعتبر وسيله التواصل اللي بيننا وبين وفيق علشان ما يتكشفش. ومن خلاله تعرفنا على باسم اللي صمم البرنامج، وعرفنا اننا ممكن نراقب راتب عن طريق البرنامج ده، وبالتالي هو الوحيد اللي ساعدنا اننا نعرف اماكن توزيع المخدرات. اما رشا فكانت اقرب شخص من دكتور وفيق يقدر يبلغنا باي خطر ممكن يتحط فيه، فيا ريت مساعدتها دي تشفع لها في تخفيف الحكم اللي عليها. وبناء على كلام الضابط رشاد تم الافراج عن دكتور وفيق وباسم ومعهم رشا. وفي المشهد الاخير وبعد كام شهر وفيق حياته اتغيرت 180 درجه، وما بقاش الدكتور الساذج اللي محدش بيطيق المحاضره بتاعته، ده غير انه اعترف بحبه لرشا، والحياه بينهم بقت وردي على الاخر. وسواء كان وفيق او رشا فوجود الاتنين في حياه بعض غير حاجات كتيره جدا فيها، وده ياكد لنا المقوله الشهيره رب صدفه خير من 1000 ميعاد.